لو انت بتحاول انك تعمل كارسل زي اللي موجود في الانستجرام مثلا، انت غالبا بتعمله بطريقه، ولكن انا عندي ليك طريقه اسهل من كده بشويه، الا وهي الارت بوردز. فازاي نعمل الكارسل بالارت بورد، وفي نفس الوقت ليه انا اخترت ان احنا نعمل الارت بورد مكان الكانفاس او الملف العادي. واخر حاجه الا وهي المشكله اللي بتواجه معظم الناس، الا وهي ان الارت بورد لما بيجي يحفظه، لو في خلفيه شفافه او اي عنصر شفاف وعايز يحفظه بي ان جي، الخلفيه بتبقى بيضاء مع الحفظ. فازاي نحل المشكله دي؟ يلا بينا نبدا. تمام، انا دلوقتي عشان اعمل كارسل مبني على الارت بورد، بالنسبه لي عشان اعمله بسهوله اعمل ايه؟ اول حاجه بعمل ملف جديد. الملف الجديد بتاعي باجي في الهايت بعمله 1080، هقول لكم ليه بعدين. لو مثلا الكارسل ده 4 سلايدات، فبنكتب في ال 1080 في 4، وبعد كده بنيجي عند ارت بورد نفعلها. تمام، ده الوضع الطبيعي. في اختيار هنا انا عايزكم ان انتوا تفعلوه لو انتوا عايزين ان الموضوع يبقى شفاف، الا وهو الباك جراوند كونتنتس بقى بدل ما يبقى وايت بنخليه ترانسبيرنت. ترانسبيرنت ده معناه ان الارت بورد نفسه لو عملنا كرييت كده هيفتح معانا الارت بورد بوضعيه شفافه. لكن فرضا ان انتوا عملتوا الارت بورد بخلفيه بيضاء، ولكن غيرتوا رايكم فيما بعد وحبيتوا ان انتوا تخلوا ان الموضوع فيه شفافيه في حاجات لما تتحفظ كبي ان جي، الموضوع برضه سهل ان احنا نحله. بنيجي عند قائمة اللايرز وبنقف على artboard، وبعد كده بنيجي على البانل بتاع properties، بنيجي عند artboard background cover ونخليها بدل white transparent. وبس كده الموضوع هيبقى سهل جدا. تاني خطوة معانا ان احنا نقسم السلايد، بان احنا نقسم كل سلايد هيبقى مساحته من اللي فين. فبنيجي من view وبعد كده guides، ومن guides بنختار new guide layout. هنا بنخلي جذر صفر، وطبعا لانهم هيبقوا 4 سلايدات فبنكتب هنا 4، بيقسمه هو تلقائي ونقول اوكي. بعد كده بنجهز المحتوى بتاع الكونتنت نفسه اللي موجود عندنا في الكارسلز. فاحنا دلوقتي عايزين نحفظهم، فهنحفظهم ازاي كصور مختلفه؟ بكل بساطه احنا بعد ما قسمناهم بالفعل بالجايدز الموجوده دي المتقسمه بالالوان الحمراء دي، العواميد دي، بنيجي من عند الكروب تول بنختار منها السلايس تول. بيبقى في اوبشن فوق اسمه سلايس فروم جايدز، نضغط عليه هنلاقي بعد كده هو حدد لنا كل مربع وفوقه حاجه زرقاء كده. عشان نحفظ بعد كده كل اللي بنعمله ان احنا بنضغط على كنترول او كوماند واوبشن او الت وشيفت واس، الاربعه مع بعض في نفس الوقت. او من فايل بنروح على اكسبورت، ومن اكسبورت بنضغط على سيف فور ويب، بيجي لنا القائمه دي بنشوف احنا عايزين نحفظ الملف نفسه او الصور نفسها بامتداد ايه. احنا ممكن نقول له مثلا ان هي بي ال جي. بعد كده بقول له سيف، بختار المكان اللي هسيف فيه، بختار مثلا ديسكتوب، بعمل نيو فولدر واسميه اي اسم وبقول له سيف. نيجي نشوف الفولدر هنلاقي فيه ملف اسمه images. في الايمجز دي هنلاقي 4 ملفات، هنقف على كل واحد فيهم وننزل ما بينهم نقلب نلاقي ان هو حافظهم بالفعل. طب انا ليه اساسا اشتغلت بالارت بورد مكان الكانفاس العاديه؟ ما انا ممكن اشتغل بالكانفاس العاديه، ايه اللي هيفرق؟ ما كل الخطوات دي ممكن كنت اعملها فعلا بالكانفاس العاديه. الفرق بسيط جدا بالنسبه لي انا على الاقل، الا وهو انا مثلا الكلاينت معايا قال لي وهو عايز الملفات ان هو عايزها تبقى بمقاسين الابعاد بتاع الواحد لواحد وابعاد 4 ل5، اللي هو مقاس 1080 في 1080 ومقاس 1080 في 1350. في الطبيعي في الكانفاس العاديه هياخد معايا وقت شويه عشان اغير ده وهيبقى تقيل على الجهاز، لكن هنا الموضوع سهل وبسيط جدا في الارت بورد. كل اللي عمليه ان انا اعمله ان انا هسحب الارت بورد الاساسيه دي لتحت او اعمل لها دبليكيت، هنلاقيه عمل لنا نسخه تانية من الارت بورد دي جنب النسخه الاساسيه. علشان الموضوع يبقى اسهل خلينا ننزلها تحت، يبقى تحتها هي نفسها، فالمنظر كده بقى اوضح لنا. فكل اللي علينا نعمله عشان نغير المقاس بعد كده هنطلع هنا من فوق ونغير ال 1080 دي نخليها 1350 ونقول له انتر. هنبص تحت نلاقيه غير ارت بورد اللي تحت بالمقاس بالظبط زي ما احنا عايزينه. فاحنا كل اللي هنعمله حاليا ان احنا نغير اماكن العناصر نفسها بحيث تتناسب مع الابعاد الجديده. فالموضوع فعلا سهل وبسيط جدا على الارت بورد عن انه يبقى موجود على الكانفاس العاديه. وزي ما شفتوا الموضوع سهل وبسيط جدا. فلو عجبكم الكونتنت اللي انا بعمله، متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، وبس كده.